السلام عليكم ورحمة الله. إخوان المتابعين، كتلاحظوا هاد الحشرة اللي غادية فوق اليد ديالي، ها هي الأخرى، وهي بكثرة هنا ملتصقة على نبات التفاف. صراحة نبات التفاف هاد الأيام قليل مع هاد البرد ومع الأمطار قليلة كما كتلاحظوا. ها هي هاد الحشرة هادي اللي هي حشرة المن كما كتلاحظوا، فهذا بروتين طبيعي ديال الحسون. فصراحة وليت كنقطع مسافة، كنخرج من المجال ديال المدينة وكنمشي للبادية باش نجيب هاد النبات ديال التفاف للطيور، لأن ضروري من التضحية باش تحقق شي أمور لطائر الحسون. هانتوما كما كتلاحظوا هذه هي حشرة المن، فهذا بروتين طبيعي للحسون كيبغيه الحسون ومفيد في هذه الفترة هذه ديال التجهيز، وبالخصوص هذا النبات هذا ديال التفاف. فضروري انك تقدمه للطيور ولو على الاقل مرتين في الاسبوع، لانه مهم للتجهيز. فإلا ما كنتيش كتقدم البيض، البيض المسلوق اصفر البيض، فضروري تقدم هذا النبات هذا ديال التفاف للطيور. اولا تقوم بالغرس ديالو. طريقه الغرس ديالو راه سهله جدا. فكتاخذ هذيك البذور اللي كتكون، هاد البذور اللي كتكون هنا، هاد البذور هادي اللي كتكون في هاد البلاصه هادي هنايا. ها هي دابا هاد البذور هادي راه تحيدات كتكون هنا لداخل. هادي كتفتح منين كتنضج، كتفتح وحدها، كتفتح بحال هكا كما كتلاحظوا. ها هي هادي كتفتح دابا وحدها. ها هي هادي كتفتح، كتاخذ هاد البذور هادو اللي كاينين هنايا، كديرهم كتزرعهم بحال هكا في شي محبق، كتقوم بالرش ديال التربه وكتلوح فوق هاد البذور هادي وكتنوض الراس. ها هي راه نبات، ها هما كما كتشوفوا. ها هي نايضه هنايا، وها هي نايضه هنايا كذلك. ها هي كما كتلاحظوا، فالراسه كتنوض. فانا باش نتفادى العناء ديال نبقى نبحث على نبات التفاف ونمشي واحد المسافات طويله، فكنحاول انني نزرعو عندي في السلاكه ديالي ولا بحال هاد المحابق هادو باش نقدمو للطيور. ضروري حنا كنقومو بالتضحيه باش نعيشو هاد اللحظات هادو ديال الطيور، وتشوف الطيور بصحه جيده، وتشوف الطيور ديالك غاديه في الجهوزيه الحمد لله وكلشي الامور بخير. فضروري الاخوان ما تعتني بالطيور ديالك. انا كنت بغيت نشارك معكم هاد القضيه هادي. هانتوما انا فاش قدمت نبات التفاف، شوف مشات كتاكل حشرات المن، هي الاولى كتبحث عليها في الاغصان ديال التفاف. هانتوما كما كتلاحظوا. فحاولوا تقدموا هذا النبات هذا للطيور ديالكم. لاحظوا معايا كيفاش كتاكل حشرات المن. نتمنى من الاخوان يعجبهم الفيديو وتدعمونا باش نقدموا دائما الجديد.